بمن أحل القسم. في حياتي ما زرت بلاد شفت فيها كرم في الشعب مثل ما شفت كرم الشعب العراقي أو اللي في البصرة بالتحديد. والله العظيم في حياتي ما شفت، لدرجة اني قسما بالله العلي العظيم اني من وصلت البصره الين ما رجعت لا من البقاله اوقف نص الشارع ما يا رجل ابي اشتري ماي مو بقادر. لا حد يقول لي انت مع وفد، انا ما كنت مع وفد، انا اصلا من وصلت وانا اصلا يعني عندي ربعي هناك ينتظروني اللي هم بيت الفداق، اني اتمشى في المدينه او اروح يوم رحنا زرنا البستان وغيره قسما بالله ما يخلوني اشتري حتى ريد بول ما تقدر تشتري. الموقف اللي بعد يعني خلاها الوضع مرسوم عندي قبل ما ارجع الدوحه في مطار البصره وقفت عند البقاله اللي هي داخل المطار. يعني اول شيء زياد وعائله البداغ هاي كلام ثاني. بعدها كل ما اوقف في السوبر ماركت ما يخلوني ادفع، في المطاعم ما يخلوني ادفع من يعرفون ان انا قطري او من قناه الغاز. لا تقول لي مع وفد، انا اصلا ما قعدت مع الوفد الا في الفندق. واحنا راجعين في المطار في كوفي في المطار، فجيت ابى اشتري ريد بول. والله العظيم اكاي فلوسي، بوريكم الفلوس اللي سحبتها، هذه الفلوس فلوس عراقيه لكن ما صرفت منها ولا نص ريال. جيت ابى اشتري ريد بول فتوني بدفع ولا الاقي واحد رتبه، كنت انا وعلي عيسى واقفين نبي نشتري ريد بول، ولا الاقي واحد رتبه ويهاوش او يصرخ على راعي الكوفي لانه ما تاخذ منه فلوس حتى الفلوس انشقت كله. والله العظيم خليها عندي. قال له انت شلون تاخذ فلوس من اوكي شوف ايش اني لين المطار البصره مو قادر اشتري ريد بول حق نفسي، ما اقدر انك تدفع تخسي. وانا جاني فويس من واحد من ربعي من اول يوم وصلت فيه البصره، بسمعكم هالفويس، اسمعوا هالفويس يعني بتفهم. انا ما كنت ادري يعني هو وصل لي هالصوره من قبل لا اعيشها اصلا. عز الله يا ابو عابد انك رحت لديرة هالكرم، كلن يمسكك ولا ما يفكونك. ديرة زينة ما ودك تعود منها، يجيب لك شيء واجواء وكرم، وبعضهم والله ما في جيبه شيء لكن كريم. اوكي هذه صورة الكرم في اهل البصرة او اكيد انه في كل العراق. خلنا نتكلم عن مدينة البصرة او عن العراق بالتحديد. اساسا يعني اول صورة نمطية جت على كل الناس اللي حولي لما قلت لهم ان انا رايح العراق او رايح البصرة، يقول لك اوه حرب اوه خطف اوه، يعني صورة نمطية ثابتة لان هالبلد في حرب وهالبلد خطرة وهالبلد مش امان هالبلد. وانا قلت لكم انا ما كنت مع الوفد، انا كنت اتمشى بروحي واتمشى مع زياد ورحت كل مكان. انا قاعد اتمشى في البصره لين الساعه 2 او 3 الفجر. والله العظيم انها بلد فيها امان. الشعب يبي يستقبل الخليجي 25 قبل الحكومه، هاي خذها مني. بلد فيه اعمار، تراح في كل زاويه تلاقي فيه اعمار، في فنادق، في مول عود شفتوه، الكورنيش، بلد عايشه لين اخر الليل. ما حد ينام، العالم قاعدين ومستانسين، واتمشى بروحي وارجع وكوفيات وغير. انت لو تابعت سناباتي راح تشوف ان الصوره النمطيه اللي انت حاطها في بالك كلها غلط يا رجل. انا اعرف ناس صار لهم اكثر من 20 سنه ما راحوا العراق بالسبه هذه الصوره النمطيه. بس اوكي بلد مرت في فتره حرب، انت قاعد في بلد عمره اكثر من 10,000 سنه، مر في حروب عبر العصور لكن رجع نهض. فانت راح تلاحظ في البصره لما تنزل في اعمار، ومثل هذه البطولات هي تساعد في اعمار البلد. والكل امانه يعني متحد على كلمه واحده بان محافظ البصره قاعد يشتغل لهذه البلاد. حلوين. انت في ارض تعلم فيها الانسان الكتابه، تخيل الانسان تعلم الكتابه ترى بالعراق، الانسان تعلم الزراعه في العراق. كل بلد يمر في ظروف لكن احنا يعني دورنا احنا كعرب ان احنا نساعد في نهضه هذه البلد. والبلد مش محتاجه ترى مساعدتنا، لا البلد فيها خير ولله الحمد. يا رجل تبي اعطيك صوره انت حاط في بالك مثلا اول العراق بلد فقير، لا حبيبي قسما بالله ايشي فيكسار، ايشي رنج، ايشي الكاسس تمشي في الشارع كلها اخر موديل. فلا تحط في بالك ان البلد محتاج منك شيء، لا البلد عنده في خير ونعمه ولله الحمد. بلد رجع عاد. اتمنى ان الصوره النمطيه تنشال من البعض لان العراق عباره عن حرب، عباره عن خطف، عباره عن
ما ادري منو مفكر نفسك انت عشان تنخطف يعني. خاص بلد مر في ظروف وانتهى. فانا بالنسبه لي خل ان شاء الله خل بطوله البصره 25. انا هالبلد راح ازورها زياره لي انا خاصه لي، انا ابي ارجع، انا ابي اروح العراق مره ثانيه، انا ابي اروح. حتى في المؤتمر الصحفي كان دائما سؤال يتكرر على امين عام الاتحاد الخليجي لكره القدم السيد جاسم رميحي، ان هل البصره جاهزه؟ هل كلمهم شنو البصره جاهزه؟ البصره ما احنا قاعدين عايشين معاكم القرعه، شلون بعد تسالني هل جاهزه؟ بلد جاهزه، الحكومه جاهزه، الشعب كله جاهز يا رجل. لا تشوف تحفي الشعب العراقي بشوفه اخوانه الخليجيين. يا جماعه والله العظيم كل اللي حاطه في بالك انت على العراق هذه صوره نمطيه ثبتت عندك بانها عباره عن حرب. لا لا، بلد في خير، بلد جميل، بلد حلو تروح تزوره، خلي البطوله. فاحنا محتاجين ان احنا نحط ايدنا في ايدهم، مثل هذه البطولات تساعد في اعمارهم. البصره مدينه وايد حلوه وبتشوف فيها اعمار مستمر في كل زاويه راح تشاهد فيها الاعمار. فهذه هذه يعني هذا رايي وهذا اللي شفته بعين اللي بياكلهم الدود، والكلام اللي راح اتحاسب عليه يوم القيامه، بان العراق الحمد لله انه بخير، تشافى من جروحه، بان العراق يستحق انه هو يستضيف مثل هذه البطولات واكثر، بان الشعب العراقي شعب مضياف، في كرم في حياتك ما راح تشوفه. تذكر مني هالجمله، في حياتك ما راح تشوف كرم ولا كسور في العرب ممكن، لكن في حياتي ما شفت مثل هذا الكرم. فيستاهلون، وان شاء الله باذن الله الوعد في خليجي 25 بعد ما نخلص حدثنا الاكبر في قطر اللي هو كاس العالم 2022 باذن الله راح نلتقي معكم اذا الله اعطانا عمر في البصره 6/1 باذن الله في بطوله خليجي 25. واختم كلامي بمقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال في العراق، قال العراق جمجمه العرب وكنز الايمان ورمح الله في الارض، فاطمئنوا فان رمح الله لا يكسر. والسلام عليكم.